معلومة الديفريزر النهاردة. هنتكلم على معلومة النهاردة، وهي الديفريزر لو في مشكلة في التبريد بتاعه نعرف ازاي نعالجها، او نعرف مثلا اذا كان الديفريزر ده بيسخن من جنب هيسخن ليه. اولا الديفريزر زي ما احنا قلنا مثلا، او اي تلاجة لو هي سخنت من الجنب مش هيبقى فيها مشكلة عادي، لانه طبعا السخونية من الجنب دي بتبقى ناتجة على انه الجهاز ما بيبقاش فيه سربنتينة خارجية. لانه لو اي جهاز تلاجة او ديب فريزر السربنتينة اللي في الظهر بقت خارجية، الجهاز مش هيسخن من الجناب. ولكن لو هو ما فيهوش السربنتينة ده، المشكلة انها تسخن من الجنب. يعني مثلا ادي جهاز زي ده كده مثلا اهو الظهر بتاعه اهو ما فيهوش سربنتينة، ظهر سادة على طول اهو، ظهر فاضي من ورا ما فيهوش سربنتينة. اقول لك السربنتينة تبقى عاملة ازاي او شكلها ايه. ادي مثلا جهاز زي ده مثلا كده، ادي اهو، دي اسمها سربنتينا، اللي هي الشبكة اللي في ظهر التلاجة من ورا. ادي التلاجة اهو، ظهرها اهو. لو هي فيها سربنتينا زي دي يبقى التلاجة مش هتسخن من الجنب. اي تلاجة سواء كانت نو فروست او دي فروست، لو فيها سربنتينا او دي فريزر لو كان برضه نو فروست او دي فروست، لو في السربنتينا دي من ورا في الظهر مش هتسخن من الجنب. لان في ناس كتير بتشتكي يقول لك تلاجة مثلا بتسخن من الجنب. التلاجة لو فيها السربنتينا دي مش هيبقى فيها اي سخونيه. وطبعا احنا اتكلمنا امبارح عن معلومه اللي هي قلنا ان الفتحات دي يا جماعه ما ينفعش يتحط قدامها اي حاجه، وما ينفعش تتسد، لازم تتنضف كل فتره. محدش يحط عيش من غير رده. انا لو عندي عايز انضفها ادي اهو، بسحبها تكه لقدام اهي سحبتها اهي، تتسحب كده اهو. في فتحات ورا هنا، المفروض الفتحات دي بتوصل التبريد الهواء لورا، بتاخد التبريد تشفطه من هنا مع المروحه اللي طالع، ويخش من هنا تاني من الفتحات دي اهو. دي في فتحات هنا تحت تخش عشان ما يخليش الميه تنزل على الرف جوه التلاجة. دي المعلومه اللي احنا قلناها امبارح. والنهارده المعلومه بتاعت ان التلاجة بتسخن من الجنب، ايه القصه بتاعتها وازاي نعالجها او تتعالج ازاي. ان احنا لازم نبعدها بعيد عن الحيط على الاقل 5 سنتي، ما يكونش لازقه في الحيطه. في تهويه من الجناب والشمال والظهر، تهويه عشان التبريد الهواء يلف حوالين التلاجة او الديب فريزر، عشان ما يبقاش السخونيه تبقى عاليه قوي. في ناس يقول لك طب انا ممكن اشغل مروحه، مثلا لو الديب فريزر لقيته سخن من جنب كده ممكن اشغل المروحه دي عادي، مفيش مشكله. لو انت عملت كده مفيش مشكله، ده لو هو المكان ضيق. انما لو المكان مش ضيق، المطبخ مثلا واسع والتهويه والهواء بيلف حوالين الجهاز بتاعي، يبقى ما اقلقش منه عادي، مفيش مشكله، خليه عادي شغال. ده